السلام عليكم اخوان اخوات زوار متابعي قناه بالفسفور، مرحبا بكم في فيديو جديد. اتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. موضوع فيديو لهذا اليوم حول عده اخبار، من بينها الخبر المهم والرائع والجميل هو حول تدشين المغرب لمدينة رياضية داخل مدينة الدار البيضاء بتكلفة 70 مليار سنتيم. سيتضمن هذا القطب بنية تحتية من الطراز العالمي لمجموعة من الرياضات المختلفة، وكذلك سيكون به مركز للرياضات الإلكترونية، وكذلك متحف وطني للرياضة ومصحة رياضية. الحمد لله البلاد ديالنا وخصوصا الجامعة يعني دايره واحد المجهود اللي هو جبار وكبير في تطوير البنية التحتية وتدشين عدة ملاعب، عدة بنيات أخرى. قبل أيام قليلة كنا شفنا ملعب الداخلة، كذلك عدة ملاعب في الأقاليم الصحراوية المغربية، مثلا ملاعب في القرقارات، بئر قندوز، يعني اللهم بارك، وما زال الخير إن شاء الله قادم. هاد المدينة الرياضية غادي تكون بواحد الحلة من الطراز العالمي، مرافق عالمية، غادي تساعد بشكل كبير في تطوير المستوى الفني. خبر آخر حول إطار مغربي، كريم بن شريفة الذي تولى تدريب المنتخب السنغافوري للسيدات. هذا الإطار يشهد له بالكفاءة والعمل المجد ومجتهد في العمل ديالو. تمكن من تولي مهام تدريب المنتخب السنغافوري للسيدات، نتمنوا له مزيد من التألق. خبر آخر حول الإطار المغربي، منير الجعواني الذي تم تعاقد مع فريق اللواء السعودي بالدوري السعودي في الدرجة الثالثة. الإطار منير الجعواني سبق له ودرب عدة فرق مغربية محلية، من بينها النادي القنيطري، بركان، عدة فرق. نتمنى له مزيد من التألق والتوفيق في المشوار ديالو مع فريق اللواء السعودي. لدينا خبر آخر حول اللاعب المغربي سفيان رحيمي الذي فاز أو توج وفاز بجائزة الشهر كأفضل لاعب لهذا الشهر، بحيث تألق سفيان الرحيمي بشكل كبير ولافت في مجموعة من المباريات مع فريقه. كذلك أن الفريق الإماراتي متشبث باللاعب سفيان الرحيمي، رغم أن هناك تسريبات بأن النصر السعودي يريد التعاقد مع سفيان الرحيمي، وهذا ما ربما تعارضه إدارة الفريق الإماراتي. إذن هذا أحبتي في الله كل ما كان لدينا في هذا الفيديو. نتمنى تشتركوا بقناة بالفاسبور، كذلك تفعيل الجرس باش توصلوا جديد الأخبار ديالنا وفيديوهاتنا. ما تنسوش احبتي في الله تعطيونا زر الاعجاب، وكذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصحاب ديالكم. السلام عليكم.